وكده خلصت كل كمية القرص اللي معاكم اهي. طبعا روناق بتاكل شيبسي مش فاضية، قاعد اهي كلها، وانا حطيت في الفرن وخلصتها كلها الحمد لله. وال4 كيلو طلعوا كمية حلوة جدا اهو. بواقي القرص اوريكم شكلها بعد ما استوت. لحظة، واهو شكلها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اهي طالعه اهي من الصينيه، لسه مطلعاها من الفرن حالا. بسم الله ما شاء الله اهي شكلها زي العسل. بصوا اكسر معاكم واحده جوه من جوه مستويه وزي العسل. اقول معاكم المقادير: 4 كيلو دي خدوا مني 1.5 كيلو سمنه و1.5 كيلو زيت، وخدوا مني ب10 جوز هند وب10 ينسون وب10 سمسم وكيس بيكنج باودر ومعلقه ونص خميره كبيره بتاعه الرز اللي احنا بناكل بيها، وميه يعني 1.5 كيلو حسب ما تلم معاكي. الاول بتبسيها بالسمنه والزيت، وبعد كده بتنزلي عليها بالميه الدافيه، والسمنه والزيت بيبقوا سخنين يعني اللي ايدك تتحملهم، وبعد كده بتفضلي تبسي فيها جامد لغايه ما دي يشرب الزيت. وما تنسيش رشه الملح، وبعد كده بتسيبيها تستريح نص ساعه. بتقطعيها ايه كده في الصواني، وهي بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل اهي. بصي وماسكه نفسها في نفس الوقت. بسم الله ما شاء الله زي العسل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير ودعمكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.